لو انت بتشوف الفيديو ده فانت اكيد مشتت في حياتك ما بين تحقيق اهدافك او تحديد اهداف جديده، او في وقت كبير من يومك ضايع على الفاضي وعايز حل للموضوع ده. واكيد برضو سمعت فيديوهات كتير عن تنظيم الوقت وما جابتش معاك نتيجه او ما عرفتش تطبق اللي فيها. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على خطه لاداره الوقت هتقدر من خلالها ان شاء الله تحافظ على اورادك وعباداتك وتنجز شغلك او مذاكرتك بشكل افضل وتهتم بنفسك وتطويرها وتدي وقت اكتر لعيلتك، وكمان هتلاقي وقت كافي للترفيه. فصلي على سيدك وسيب اللي في ايدك وركز معايا عشان انا جاي افيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. ساداتي وسيداتي، تحياتي، اهلا بيكم. الفيديو ده اللي مش متابع هو الفيديو الثالث من سلسله اداره الوقت. اول فيديو اتكلمنا فيه عن ادراك اهميه الوقت، لانك عشان تبدا تنظم وقتك او تدير وقتك بشكل صحيح لازم الاول تفهم اهميه الوقت ده، لان للاسف ناس كتير مش مدركه اهميه عمرهم ومش مدركه ان الدقيقه اللي بتروح مستحيل ترجع تاني، عشان كده بيضيعوا عمرهم هباء. وقلنا فيه كمان ان ديننا بيحثنا في القران وفي السنه ان احنا دايما نشغل وقتنا بالنافع لينا واللي يفيدنا في حياتنا وفي اخرتنا. وقلنا كمان ان تغيير بسيط في الوقت بيساوي فرق عظيم في النتائج. وايه اللي ممكن يحصل في حياتك لو ضيعت منها كل يوم ساعة واحدة بس على الفاضي، وايه اللي ممكن يحصل في حياتك لو استغليت فيها كل يوم ساعة واحدة بس في شيء مفيد. هسيب لك رابط الحلقة في صندوق الوصف وفي التعليقات، لازم تشوفها عشان تدرك أهمية وقتك. والحلقة التانية اللي بالمناسبة كانت أول حلقة باسم تجربتي، الاسم الجديد لفيديوهات يوم الجمعة، اتكلمنا فيها عن ضياع الوقت وجاوبنا على سؤال أجيب منين وقت فراغ، الكلمة اللي أي حد بيقولها لما تقول له استغل وقت فراغك وطور من نفسك. وقلنا انك موهوم ان وقتك مليان وانك ما عندكش وقت فراغ، لانك فعلا مالي يومك بس ماليه بحاجات فارغه. لا، انت عندك وقت فراغ كبير بس انت بتضيعه على حاجات تافهه بتضرك اكتر ما بتفيدك، ومفهم نفسك انك ما عندكش وقت فراغ. قلنا في الفيديو ايه هي الحاجات اللي واكله وقتك دي وازاي تتخلص منها وازاي تخلق وقت فراغ عشان تبدا تستغله صح. هسيب لك رابط الحلقه برضو في صندوق الوصف وفي التعليقات، لازم تشوفها لو فاكر او موهوم ان ما عندكش وقت فراغ. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن اداره الوقت. الفيديو ده مهم جدا لاي حد بيدرس او بيشتغل او بيعمل الاتنين مع بعض، مهم للشباب والبنات، مهم لستات البيوت واصحاب الاعمال الحره والموظفين كمان، واي حد مهتم باداره وقته. واداره الوقت مش تنظيم الوقت، لان في فرق كبير بينهم زي ما هنعرف في الفيديو ده، لان كل واحد بيسمعني دلوقتي ظروفه مختلفه عن التاني، ومن العبث ان انا اقول لك جدول تمشي عليه، لانه بكل تاكيد لو مناسب معاك مش هيكون مناسب مع غيرك. لكن الصح ان اقول لك ازاي تدير وقتك بشكل صحيح، او اديك خطه او شويه نصايح تعمل بيها ده. فتعالى في الفيديو ده اقول لك على 10 خطوات او على 10 نصايح تنظم او تدير بيهم وقتك مهما كانت ظروفك ومهما كانت مشاغلك. فلو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي انزل يا بيه، بعد اذنك من فضلك انزل اعمل لايك واكتب تعليق وانت تحت بالمره كده، معلش تعالى على نفسك. تمام، عملت لايك، علقت، اشتركت، يلا بينا. ما تفكرش ان تخطيط واداره الوقت ده مطلب دنيوي وان اللي بيعملوا كده هم اهل الدنيا، بالعكس تخطيط واداره الوقت عباده. الصحابه والانبياء كانوا بيخططوا وقتهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بينظم وقته، وسيدنا داود عليه السلام كان بينظم وقته، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني اكره الرجل يمشي سبهللا، سايبها على الله كده وماشي من غير ما يخطط لحياته ولوقته وليومه. فالتخطيط في حد ذاته عباده وهيساعدك اصلا على عباده ربنا سبحانه وتعالى. وده هياخدنا للنقطه الثانيه. اوعى وانت بتخطط لاداره وقتك ويومك تتجاهل التخطيط للعباده، انت كده هتكون اهل دنيا بجد. حط في خطتك اوقات محدده لاورادك ولعباداتك، ويا سلام لو تخطط وقتك على حسب عباداتك مش العكس. يعني انت عندك اوقات ثابته للصلاه، ممكن تخطط وقتك على الاساس ده، يعني من الفجر للظهر هعمل كذا، ومن الظهر للعصر هعمل كذا، ومن المغرب للعشاء هعمل كذا، وهكذا. ده هيسهل عليك تحديد اوقات محدده لانجاز مهام محدده. وطبعا وانت بتخطط وقتك اوعى تنسى تخلي نيتك لله، يعني انوي بالتخطيط ده انه عباده، هتاخد اجر وحسنات على تخطيطك اصلا، غير ان ربنا سبحانه وتعالى هيعينك على ده عشان انت بتعمل ده عشانه. لو كنت شاب او بنت، راجل او ست، كبير او صغير، خلي عيلتك رقم واحد في حياتك بعد ربنا طبعا وعباداتك واورادك. خصص وقت مخصوص لعيلتك، اتكلموا مع بعض، هزروا، اضحكوا، اخرجوا، المهم انكم تعيشوا مع بعض.
مش تعيشوا مع موبايلاتكم. ولو محدش في العيله مهتم يعمل ده اعمله انت، خصوصا لو كنت انت رب الاسره او ولي امرها. لما كانوا بيسالوا الناس اللي بتموت ايه اكتر حاجه ندمتوا عليها في حياتكم، تخيل قالوا ايه؟ 80% من الناس كانوا بيقولوا ان اكتر حاجه ندموا عليها في حياتهم انهم ما ادوش وقت كافي لعيلتهم، مش لشغلهم بقى ولا دراستهم ولا للدنيا ولا لعيلتهم. فادي وقت كافي لعيلتك قبل ما تندم على تقصيرك معاهم. تكتب ايه؟ اكتب اي حاجه، اكتب كل حاجه، اي حاجه بتدور في دماغك اكتبها. اكتب اهدافك واحلامك وطموحاتك، اكتب ازاي تحققها. لو بتفكر تاكل بكره شاورما لحمه ولا فراخ اكتبها. اكتب اي حاجه حرفيا. الكتابه هتساعدك تفرغ كل الافكار اللي في دماغك، وهتخلي دماغك عايشه مع الواقع مش مع الخيالات اللي فيها. الكتابه هتخلي افكارك قدام عينيك، اللي جوه دماغك هيبقى شيء مادي قدامك فهتعرف تسيطر عليه وترتبه. انما الافكار طول ما هي في دماغك هتفضل عايمه مش ممسوكه ملهاش ملكه. تعال نتخيل ان دماغك دي مخزن، ومخزن مليان كراكيب وعنكبوت وتراب ومتبهدل وعايزين نرتبه. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنطلع كل الكراكيب دي بره، وبعدين ننظف، نشيل التراب بقى ونشيل العنكبوت وننظف ونروق، وبعد كده نبدا بقى نجيب الكراكيب دي ونرتبها ترتيب صحيح. اعتبر دماغك هو المخزن ده، فرغ كل اللي فيه عشان تعرف تنظفه وترتبه صح، فتفضي مساحه في عقلك وفي وقتك. بعد ما هتفضي المخزن هتبدا بقى تشوف هترتبه ازاي. ايه اللي مش مهم فهنركنه ورا دلوقتي مش هنحتاجه دلوقتي، وايه اللي مهم هنخليه على الوش عشان لما نحتاجه نعرف ناخده. لازم ترتب، لان الترتيب ده هو اللي هيساعدك تستغل كل جزء في المخزن ده استغلال صحيح. هتبدا تعرف ايه المهم وايه الاهم وايه اللي مش مهم اصلا. رتب اولوياتك عشان حياتك تترتب. من اكتر الاخطاء الشائعه عند بعض الناس وخصوصا الطلاب منهم ان النوم مضيعه للوقت، وان انا اقعد اذاكر احسن ما انام واضيع وقتي. بس على العكس تماما، انت مش هتعرف تنجز اي حاجه في حياتك ولا تكون منتبه الا لما تكون نايم كويس. وتنام كويس هنا مش معناها انك تنام 18 ساعه ولا برضو انك تنام ساعتين، لا، ادي لجسمك الوقت الكافي من النوم اللي هو تقريبا من 6 ل 8 ساعات عشان تعرف تقوم فايق وتنجز اللي وراك. وعشان تنام كويس طبعا في شويه حاجات كده لازم تعملها، انك مثلا تقلل الكافيين قبل النوم بحوالي 6 ساعات مثلا، وانك لما تيجي تنام الموبايل ما يبقاش جنبك تخليه بعيد عنك، وانك تطفي النور وتنام في مكان هادي ومكان مريح. وحاجات كتير لما تعملها هتلاقي نفسك نومك بيتظبط. ممكن ان شاء الله نبقى نعمل عنها فيديو مخصوص. المهم انك تنام كويس عشان لما تصحى تكون كويس. قبل ما تنام بقى لازم تبقى عارف انت هتصحى تعمل ايه بكره. هو ينفع حد ما بيعرفش نعوم نجيبه نرميه في البحر ونقول له يلا يا بطل بقى انزل هات لنا بقى شعاب مرجانيه وشد حيلك يا جدع واسد يلا في ايه والكلام ده ونقعد مش هيعرف. ما ينفعش تنام وتصحى بكره تشوف الكلام على ايه، لانك بكده هتغرق في الوقت عشان ما اتعلمتش تسيطر عليه. كل يوم جديد في حياتك هو هديه من ربنا سبحانه وتعالى ومش هتكرر تاني للاسف، فلازم تستغله صح. فعشان تستغله صح لازم تعمل خطه استغلاله دي قبل ما تنام اصلا، عشان لما تصحى تبقى عارف انت هتصحى امتى وهتصحى تعمل ايه، مش تصحى تشوف الكلام على ايه. زي ما بتتعلم العوم قبل ما تبدا تعوم، خطط ليومك قبل ما تبدا اليوم. ناس كتير من اللي اتكلموا عن إدارة وتخطيط الوقت مختلفين في حاجات كتير. منهم اللي يقولك ابدأ بالمهام الصغيرة عشان لما تعملها ده هيديك إحساس بالإنجاز وهيحمسك إنك تعمل المهام الكبيرة. ومنهم اللي يقولك لا بقى معلش ابدأ بالمهام الكبيرة، ولو هتاكل ضفدعة يبقى أحسن إنك تاكلها في أول اليوم، ولو هتاكل ضفدعتين ابدأ بالكبيرة الأول. منهم اللي بيقولك حدد أوقات مش مهام، ومنهم اللي يقولك حدد مهام مش أوقات، وكلام كتير عكس بعضه. طيب نعمل إيه؟ بص يا سيد أخويا، اعمل الحاجات دي كلها. جرب كل حاجه. جرب تبدا بالصغير مره، ما نفعتش معاك ما ظبطتش ابدا بالكبير. جرب تحدد اوقات مش مهام، ما ظبطتش حدد مهام مش اوقات. جرب كل الطرق وكل الخطط لحد ما تلاقي الخطه او الطريقه المناسبه معاك. وخليك مرن، خليك سهل. عملت جدول وفشلت غيره، عملت خطه وما نفعتش معاك غيرها، بس خليك مرن من غير مرقعه. ابو السيده حبيبي، يعني لما تعمل خطه خليك جد في تنفيذها واعمل كل اللي عليك وهات اخرك فيها. باظت مش مشكلة غيرها يا عم. افضل جرب وغير لحد ما تفهم نفسك وتعرف ايه المناسب معاك، وتعرف ايه افضل طريقة وايه افضل خطة تنجز بيها اكبر قدر ممكن من المهام. من اكتر الحاجات اللي هتساعدك على الانجاز هي انك تكون صافي الذهن وبالك رايق، تكون نفسيتك كويسه. ومن اكتر الحاجات اللي هتساعدك على ده هو الترفيه. الترفيه مش مضيعه للوقت يا سيد، بالعكس الترفيه عامل اساسي في تحسين نفسيتك. وكتر الضغط على نفسك هيخليك تزهق وتبطل تعمل اي حاجه وتسيب كل الدنيا بقى اللي يلا بقى اللي يضرب خربت عمرت بقى. وانت على ايه يا عم الكلام ده كله؟ انت من وقت للتاني كده خصص وقت لنفسك ترفه عن نفسك فيه، وخلي ده في خطتك اليوميه والاسبوعيه والشهريه والسنويه. يعني كل يوم اعمل لنفسك وقت ترفه فيه عن نفسك.
تمسك فيه الموبايل، تنزل تقعد مع اصحابك، تلعب بلاي ستيشن، تتفرج على فيديوهاتي. واسبوعيا اعمل لنفسك كل يوم تاخد فيه اجازه عن كل حاجه في كوكب الارض كله، افصل فيه عن الزمان والمكان، واعمل اللي انت عايزه، اليوم ده بتاعك. ولو مش هتقدر مثلا تسافر اليوم ده، خلاص خلي في الخطه الشهريه انك تسافر، تروح لقرايبك، تزور اهلك، تنزل البلد لو انت فلاح. والترفيه السنوي معروف، اخرنا هنروح الجمصة او راس البر نصيف ونرجع. المهم ان انت ترفه عن نفسك، حتى لو هتروح حمام السباحه اللي جنب بيتكم. خلي الترفيه والخروج من الضغط النفسي جزء من خطتك عشان تقدر تسيطر عليه، لانك لو ما خططتش للترفيه عقلك هيستنى اقرب فرصه تفصل فيها وهيسحلك معاه. فانت خد عقلك على قد عقله ودلعه يا ابو السيد يا عسل انت. خليك واقعي في تقدير نفسك وامكانياتك، خليك واقعي في وضع خطتك، بلاش التوقعات والخطط المبالغ فيها. انت مش روبوت يا سيد، اعرف قدرتك واعرف انت تقدر تعمل ايه واعمله، ما تضغطش على نفسك. وخليك واقعي لما تفشل برضه، مش مشكله لو اسأت تقدير نفسك وتقدير امكانياتك، المشكله انك ما تحلش المشكله دي وتقرر انك تطريها وتفكك خالص. لا طبعا غلط، عملت خطه وفي حاجه من الخطه دي وقعت منك ما قدرتش تعملها، مش مشكله، اعمل الباقي اللي تقدر تعمله، وتاني يوم يبقى عدل الخطه دي براحتك. لا تجعل سقوط شيء سقوط لكل شيء، تعلم ثقافة السقوط يا سيد. وحاجة كمان يا سيد لازم اقولك عليها ولازم تاخد بالك منها، هي انك كل يوم في حياتك تبدأه بطاعة وتختمه بطاعة. زي ما بدأنا وزي ما قلنا اول نقطة في تخطيط وقتك انك تخطط للطاعات وللعبادات وللأوراد، لازم كمان تاخد بالك انك تختم يومك بعبادة، لان حياتنا اولها واخرها عبادة. احنا عايشين علشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، فلازم نخلي اول الامر واخر الامر هي العبادة. ابدأ يومك بصلاة الفجر وبعدها صلاة الضحى، اختم يومك بركعتين قيام ليل او بركعة وتر، حتى اختم يومك بأذكار او بدعاء في وقت السحر. المهم عشان يومك ده ربنا يبارك لك فيه، ابدأه بطاعة واختمه بطاعة. وعشان كل حاجة في حياتنا لازم نختمها بطاعة، فتعالى نختم مع بعض الفيديو ده بطاعة. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، تعالى مع بعض نفتح رسالة النهاردة ونشوف ايه الآية النهاردة ونشوف ايه رسالة النهاردة. هنسحب الكارت مع بعض، خليك معايا يا ابو السيد. دي الرسالة، تعال نقراها. رسالة النهاردة بتقول: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، قد يتأخر عنك شيئا ما ولا يتيسر لك حتى تكون مؤهلا له، وهذا من رحمة ربك. وبس كده يا سيدي، ده كان فيديو النهاردة ودي كانت رسالة النهاردة. فلو عجبك الفيديو ده، وأتمنى يعني انه يكون عجب سيادتك يا ابو السيد اخويا، فيا ريت تعمل لايك وتكتب تعليق يشجعنا، واشترك في القناه واعمل متابعه للصفحه لو انت على الفيسبوك عشان الفيديوهات الجايه توصل لك، واعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لغيرك، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. والى لقاء قريب. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله.